الناس شايلين الغابه هنا حارسين القران بتمنى تقرا هنا حارسين كل القادات دي الطبقه دي دول قاعد مجموعه مشددين بحديد ده قاعدين حارسين لك بس الله اكبر ده كايجينا اكبر عمك انا كيك الجماعه شنو؟ كيف الله خلق هذا زوج والمرأة ساكت أنا أمر العيال الله أكبر خلي العيال ميدي برجونا ني كان نصابنا ميدان إعلام نصابنا دارنا عيال الدولة الناس بتخاف نخاف نجقهم بس أنا في شو التراب ده تحت عزاده كده الله أكبر بابا بنزل الله مش بقى الخرطوم ولا في عمارة ولا تقول الناس مرقدين في بيوت الناس نقصهم ده بيطلع التراب ده حقه بس خير الله تعالى بس انتوا خلوا الناس اللي لقينا أنا طبعا الصفحة حقتي كان ضربت أمس وأول أمس الليلة فتحت يا رب لك الحمد والشكر والمنة وهنزل لكم مقاطع صوتية إن شاء الله. أول حاجة رسالة لأهل الكنابي إن شاء الله المقطع ده يتوزع يا جماعة أدفروا المقطع ده أمانة في رقبتك أدفروا في كل الجروبات. أنا أحمد كسلة الناشط فشوف رسالتي لكم يا أهل الكنابي الفيديوهات اللي احنا شفناه والذبيح عديل ناس يعني ضبحهم زي الخرفان شفناه وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من أصحاب اليمين وشفنا الناس عذبوهم تعذيب قدر شنو وليهم الليلة المعركة حسي يعني بيطبعوا فوقهم يا ريت لو هم أصلا يعني كان يتواجهوا مع الدعم السريع يعني لو كان يتواجهوا مع الدعم السريع معلش لكن جو واجهوا المواطنين القلابة الأزل حتى الأطفال حرقوهم الطفل المحروق. طيب ده نقطة واحد. اثنين والمهم والأهم من كده ليه ما جابوا البطاحين والشكرية صفهم صف قالوا دير برضه نحن ضبحناهم وقتلناهم لأنهم متعاونين ليه بس بني جلدتنا نحن بس من جبال النوبة من النيل الأزرق من دارفور بس أفهموا يا ناس أفهموا ده واحد. ده اثنين. ثلاثة إنه طالما الناس دي عنصريين ودايرين أصلا خططوا إنه هم يحكموا برام ولا يفصلوا دارفور دي قاعدة في راسهم ما حننفصل ونحن سودانيين ونحن البلد دي حقتنا وحق أجدادنا هم يرجعوا محل جو. اسمعوا الكلام ده مني كويس. وناس من ناوي الأرزقية القتلة المجرمين هؤلاء القتلة هؤلاء الأرزقية ما وقفوا في موضوع بتاع الجنينة ولا وقفوا في زالنجي ولا وقفوا في نيالة وحسي دخلهم بالقروش الدم فتات بتاعت قروش هؤلاء المرتزقة على وشهم الله لا جاب باقيم أولاد الكلب أولاد الوسخة والله بشلوت بجزمة جمال الوكيل جاي يتباكى زي أخته تبكي على وسخك وعلى أفنك يا أرزقية مشيتوا بقيتوا عبيد للجلابة دير تبكي لنا تتباكى لنا ناس ضبهم زي ده ما تقدر تعمل أي حاجة تقوم باللي هذول بيشوفوا مصالحهم قروشهم زي النسوان الحمل أولاد الكلاب أولاد الوسخة على وشهم يا أخي الله لا جاب باقيم يا أخي. المهم ما علينا. شوفوا يا جماعة أي زول أخذت عليك أي زول من القبائل الموجودة في الكنابي ضبحوا أهلك شفتم هذه الفيديوهات وانت قاعد في المشتركة عاجلا أم عاجلا دور حديدتك أمشي لقجة تعرف قجة أمشي لقجة هناك شفتها في طرف الجزيرة أمشي له هناك أمشي انضم للتحالف اللا إرادي ده بيقاتي من المشتركة خلوا الكيان بتاعت مني ده براو بس ديل لا بيجيبوا لنا حاجة خير يجيبوا لنا الآر وناس بيبي خير يجيبوا لنا الإساءات وخير يجيبوا لنا النبس وخير يجيبوا لنا الظلم وخير يجيبوا لنا الحوان ما بينفع. الدولة دي ماسكينها الجعلية والشوايقة والضناقلة الليلة هم فاتوا برضو بيقوا عبيد وتحت جزمتهم وبلطشون بالجزمة. أكرر يا ناس الكنابي اسمه كويس سلاح الأبيض ما بحارب انتوا خلاص زي ما شفت حرقوا لكم الكنابه وداري بيدوكم ويشيلوا اراضيكم وتفاصيلكم ويطردوكم باعتباركم بقول لكم انتوا ذاتكم ما ناس الجزيره انتوا ذاتكم ما اصلا ما سودانيين واصوات طلعت زي ده. حتى الناظر بتاع الشكريه برضه الليله قال له ادبه يمكن شفتوا الفيديوهات
ما علينا. أي زول ما من قبيلة مناوي، اسمع مني أنا أحمد كسلة، ما من قبيلة مناوي دور تاتشرك طوالي أمشي انضم مع التحالف اللا إرادي أطراف الجزيرة، تلقى الناس قاعدين هناك. ما تقول لي دعم سري ولا زفت ولا بتاع. الضامن الوحيد بعدين في المستقبل عبد الواحد، الضامن منصور أرباب، الضامن عبد العزيز الهيلو، ما تخاف. لكن لو قعدت مواطن او قعدت مع المشتركه هؤلاء الوسخ، هؤلاء الجبناء، هؤلاء العملاء، هؤلاء الرخصاء، واقسم بالله العظيم يجي يضبهوكم هم يبكوا زي جمال الوكيل ده يبكي كويس. انه تبكي على شنو؟ انت شايل سلاح ده شايله ليه؟ ابوك ولا لامك؟ كرشتك الكبيره تقول حامل عنده 6 اطفال في بطنه. على وشك الله لا جاب باقيك ميتينك وميتين ابو اهلك ذاتهم. دي الناس مسخانين ساكت، ناس قرف، ناس رمم، ناس ختالة، ناس عبيد المال، ناس عبيد الجلابة يا أخي. طلعوا ميتين أبو حلة يا أخي. شوفوا يا جماعة، أي زول عديل نخط عليك طخ طخ، نخط عليك في وشك، في ميتينك نخط عليك. أي زول، أنا أحمد كسلة، أي زول ما من قبيلة مناوي دور تاتشرك طوالي خارج انضم للتحالف اللا إرادي. واضح ولا ما واضح؟ حتى أنت تجيب حقك سلاح أبيض ده ما بيجيب لك حاجة. تحياتنا. اللواء ضيفان احمد كسر المتمرد على اساس وقاده الجيش الفاسدين وفلول الكيزان وابناء الشمال السفل الملايين، مؤسس التحالف اللا ارادي، الرحمه والمغفره للشهداء وعجل الشفاء للجرحى وعوده حميده عوده حميده للمفقودين لاهل الكنابي. ربنا يرحمهم اهل الكنابي. حقك تجيبوا اولادكم في المشتركه، جميع القبائل، خلوا قبيله منا ده بس خلوه برابط في المشتركه، يدقوه يردموه ما علينا، ناخد تاخ يا زلمه. ما في داعي للتهنيس والخرابيط والكلام الفارغ والزفت والعفن ده كله ما ينفع. تحياتنا، شكرا لكم، نلاقيكم في مقطع ثاني. كلام كله كلام فارغ وما عنده أي معنى، وكلام تقديش للوعي ومزيدا من الدماء. ليه؟ لأنه كنت فكرت لرسالة مناوي كلام كده بسيط، عبارة عن منشور تغريدة ردوا عليها كم من سعاليق الفلول والمرتزقة والملايش حقت كيكل، ناس عش الماجدي وناس رشان أوشي وغيرهم، من ردوا ليها ألقموا حجرا. جبريل لما علق برضو ألقموا حجرا. وباقية مشترك روت في ناس جاتهم صحوة الضمير، وذيل أنا والله نعتبرهم عندهم إنسانية. حب الإنسان اللي عنده إنسانية واللي عنده حق ده، العدالة دي أقبلها أول شيء في نفسك. ما بترضي في نفسك ما ترضي في الآخرين. شفناهم بعد ال الناشطين صراحة أدانوا مع قضيتهم وأدانوا القتل، لكن في البعض التانيين صمم بكم، وفي البعض منهم قال أيوة ديل متعاونين يقتلوهم، بس كان بقوا أهل ذات خليه يقتلوهم متعاونين. يا جماعة الزول بيقول لك أنا مدني، وزول بيقول لك أنا أخواني، هو ذات أخوانا أشقاء وثلاثة قال ما عندهم علاقة لا بدعم سريع، وناس مولودين في الجزيرة ومولودين في كنابيهم دي ولا بيعرفوا دعم سريع ولا بيعرفوا جيش. ناس شغالين لهم في كوارو، شغالين لهم في طبليات من زمان. الدعم السريع لما جاء ما مرقوا قعدوا. الجيش لما جاء راجع هسي لمدني لقاهم قتلهم بحكم انكم انتوا قاعدين في دائره الدعم السريع، معناته متعاونين مع الدعم السريع. ولو ما متعاونين بتنقلوا لي اخبار ولا بتمدوا على باي حاجه، لانه قاعدين بتبيعوا حاجاتكم دي هنا وبتتاجروا في مناطق الدعم السريع، معناته انتوا بتمدوا الدعم السريع وبتعاونوا الدعم السريع وحاضنه للدعم السريع. قتلهم بحكم انهم حاضنه للدعم السريع، وهم اساسا حاضنه للحركات المسلحه دي، للمشتركه دي، الخنس مشكل دي. لذلك انا بقول الانسان ممكن يصاب في ماله، يصاب في عرضه، يبتلى بالمرض، يبتلى بالعدم من مال، من